وعليكم ورحمة الله وبركاته. إخواني وأخواتي المصريين، معكم عماد عبد النبي أيوب، كبير معلمي تدريس المواد التجارية بدرجة وكيل الوزارة في إدارة الصيدلية التعليمية، وحاليا بالمعاش. عماد عبد النبي أيوب أشهر مواطن في مصر بحسب موقعي جوجل واليوتيوب. الفيديو دوت أنا برفعه مخصوص وخصيصا تحية شكر واحترام وتقدير للجيش الليبي العظيم، أيضا للجيش المصري العظيم، بمناسبة إلقاء القبض على الإرهابي هشام عشماوي رأس الأفعى، أخطر إرهابي في العالم، زي أسامة بن لادن وهكذا. ده هشام الظواهري. إن هو بنحيي القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة الليبية والمخابرات المصرية العسكرية والعامة والمخابرات الليبية العسكرية والعامة بمناسبة إلقاء القبض على الإرهابي هشام عشماوي الذي تورط في قتل المئات من أبناء مصر ومن أبناء غير مصر في ليبيا، برأس المدبر العمليات الإرهابية، وهو المتسبب الرئيسي في قضية اغتيال المستشار هشام بركات. وإن أنا بأنادي بضرورة الإعدام في ميدان عام، وأن ينقل الإعدام على الهواء مباشرة إلى جميع أنحاء العالم في قضايا الإرهاب، لأن في مادة في القانون بتقول إن الإعدام لازم يبقى في غرفة مغلقة. أنا بطالب بتعديل هذه المادة بالنسبة للإرهابي، يعدم في مكان ارتكاب جريمته وينقل الإعدام على الهواء مباشرة إلى جميع أنحاء العالم. بنطالب القصاص العادل، كلام ربنا لازم يطبق، النفس بالنفس والعين بالعين. بنحيي الجيش المصري العظيم، وبنحيي القوات المسلحة المصرية والقوات المسلحة الليبية والمخابرات المصرية والمخابرات الليبية. كان معكم عماد الدين أيوب أشهر مواطن في مصر بحسب موقعي جوجل واليوتيوب. والسلام عليكم ورحمة الله وبركاته.